النهارده احترت في الاكل قوي وقلت اعمل ايه، فقلت اعمل شوربه عدس جميله. تسلم بقكم كده، والشتا بيحب العدس. ده طريقته جميله قوي هتعجبكم. ادخلوا اتفرجوا معايا عليه. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه هنعمل مع بعض النهارده شويه عدس كده يدفونا. نحط شويه زيت ذره اهو مع بعض كده، ومعانا بصلايه صغيره اهي. بس الزيت كده، الزيت كده يحمى شويه اهو. صلوا على النبي حبايبي. ازيكم؟ وحشتوني جدا والله، بحبكم في الله. آه هنعمل مع بعض شويه عدس كده اصفر، شوربه عدس. تدفي كده في الشتا تدفي الاطفال. محتاره في الاكل يا اختي انت وهي، اعمل ايه؟ قلت بقى ما بدهاش، اعمل شويه عدس النهارده كده للاولاد. فهندي تشريحه للبصلايه كده اهو. صلوا على النبي حبايبي، وسبحوا لله وقولوا بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. في اكل كده وانت بتعمليه يبقى طعمه جميل جدا، كل حاجه تطلع منك طعمها حلو. نديها تشويحه صغيره كده اهو. يا رب كلكم تكونوا بخير. ما تنسونيش في الكومنتات وتفعيل زر الجرس، واللي ما اشتركش على قناتي في اليوتيوب يروح يشترك فيها. هتشرفوني جدا جدا. اخواتي في الله، بحبكم جدا وانتوا عيلتي الجديده واهلي. إيه ربنا يبارك فيكم يا رب. نحط مع بعض ادي العدس بتاعنا، غسلناه كويس اهو. بصوا اغسليه كويس. بعد كده اهي وريهم كده اهي اهي. بس يا دوبك تشويحه بسيطه كده اهو. بسم الله، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنشوحهم مع بعض كده. الطريقه دي حلوه قوي اهي. كده تشويحه مع بعضيها كده اهي. نخليها نفس وريحه حلوه. الصلايه كده. لسه حبايبي معانا ايه بقى؟ معانا ثوم، ومعانا بصل، ومعانا جزر، ومعانا بطاطسيتين صغيرين او بطاطسايه، ومعانا قوطه. حسب ما انت بتحبي تحطي ايه في العدس بتاعك. اهم المكونات بتاعتنا عشان تشوفوا مع بعض. بعد ما خدت التشويحه مع بعضها اهي، البصل والحاجه اللي انت عاملاها، وهتحط عليها والتوابل بتاعتك اللي حطيتها. لسه ما حطيناش توابل وما حطيتش توابل دلوقتي اهو. حطينا ميه بتغلي، ميه تكوني مسخناها ومدفعه على البوتاجاز اهي اهي. وتسيبها مع بعضها بقى تستوي. هنحمص مع بعض شويه عيش في الفرن كده. عندك مثلا معلقه سمنه بلدي ولا حاجه، حطيها تطعمه كده وتخليه طعمه حلو. عايزه تحمصيه من غير سمنه او من غير اي زيت، ماده دهنيه، اعملي برضو. عندك الفرن كده، قطعيه كده وحطيه في صينيه وحطيه في الفرن. بس تتابعيه بقى وتقلبيه كل شويه. احنا مع بعضينا بقى كده. عندي الاولاد بيحبوا العيش المحمص، حمص لهم شويه. هخلص وارجع لكم تاني اهو يا حبيبتي. بيغلي معانا اهو يا حبيبتي، حبايبي قصدي. وهنسيبه بقى لما يخلص، وهرجع اوريهولكوا تاني. بعد العيش اهو في الصينيه دي كده ونحمصه زي ما قلت لك. عندك حابه تحطي ماده دهنيه حطي. انا هحط شويه زيت صغيرين كده، زيت ذره،
عشان بصراحه يعني ايه بحب الحاجات دي تبقى خفيفه. احط شويه زيت ذره كده بصوت كده اهو، نقلبهم في بعض اهو، وادخلهم الفرن عشان يحمصوا كده يبقى طعمهم حلو. عندك مثلا مادة دهنية سمنة عايزة تحطي تفرشيه كده وتحطي عليه زي ما انا حطيت كده اهو. انت كده، وكل شويه برضو قلبيه، طلعيه من الفرن وقلبيه، هنحطه مع بعض وما يخلص هوريهولكم. بص حبايبي اللي لسه مثلا ما بيعرفوش يعملوا العدس او كده، لازم يوصل للمرحله اللي انتوا شايفينها دي، المرحله الاولى. المرحله الثانيه دي وبعد كده شويه هنستنى كمان حوالي 10 دقايق عشان يكون العدس ايه استوى خالص واتهرى خالص مع الثوم والبصل. يعني الحاجات دي تمسكيها تلاقيها متهرت في ايديكي كده وسايحه خالص اهي. هي طريقه العدس بتاعتنا الجميله دي، وريحته جميله جدا جدا والله. ولا تقوليش ان انت عامله لحمه في البيت، تحفه. الف هنا وشفا على قلبكم وعلى قلبنا. بصوا يا حبايبي دي المرحله اللي انا بقول لكم عليها اهي. فالحاجه تهرسيها كده تتهرس معاك اهي، شايفه القوطه. طبعا انت لسه في ناس بتحب تعمل بالهاند بلندر في قلب الحله، لكن انا هعمله ما عنديش بصراحه هاند بلندر، انا هعملهم في الكب اهو. بصوا بتقطع ازاي اهو، بصوا اهو هرس اهو. يلا تعالوا مع بعض نهرسه في المفروم في قلب الخلاط نص فرمه كده. بصوا يا حبايبي نضرب مع بعض ان شاء الله. بصوا الخلاط بتاعي بايظ، هخلصه وارجع لكم في نفس الحله برضو. بصي اهو فرم، بصي اهو نطلع عليه البوتاجاز. وهنعمل بقى الشعريه مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بصوا يا حبايبي اهو هنحط معلقتين زيت كده، زيت ذره برضو اهو. ومعانا شعريه حسب الرغبه اهو، مج الا شويه كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو العدس بتاعنا بصوا بيغلي ازاي يا حبايبي. طبعا احنا لما العدس بيغلي كده وياخد غلوته برضو حمرنا الشعريه مع بعض. ففي تكه بسيطه كده بعملها اللي هي ايه اهي، 5 فصوص من الثوم حمرهم مع الايه مع الشعريه كده، يدي نفس وريحه جميله قوي. معلش الشعريه احمرت مني شويه، بس هي كده كده اللون ده هيتغير في قلب اهو. احنا يا دوبك بس هنشوح التومه يا دوبك كده تاخد لون اهي. المفروض تتحط من بدري شويه، معلش هي الشعريه غمقت مني شويه، معلش حقيقة ما اتحرقتش بس هي غمقت شويه. بس في انواع شعريه كده ما بتاخدش وقت على البوتاجاز، هي دي من ضمن. فخدي بالك من النقطه دي، يعني ايه ما تسيش على الحاجه اهي اهي. يا دوبك تاخد لون زي ما قلنا. وبعد كده اهو نصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه بالراحه، واحده واحده كده اهو اهو. يعني في القلب الصينيه نسيبيها برضو كده اهو عصاره اهو نشتغل. معلش ايه خدت لون معايا شويه اهو يا حبايبي. طبعا في الوقت ده بقى حط البهارات بتاعتك اللي هي اهي كعب ماجي. وادي البهارات البسيطه بتاعتي اهي. اللهم صل على النبي حبايبي اهي، كمون وفلفل اسود طبعا، وسنة ملح زي ما انتوا شايفين كده اهو. نسيبهم مع بعض كده.
هي الشعريه هتفتحها على فكره، ونسيبها بقى تستوي مع بعضها كده، وتاخدي بالك منها برضو. بس شكلها جميل ازاي. وطي عليها النار شويه علشان ايه، عشان تاخد وتدي مع بعضها كده. طبعا عندك الكمون لو اتكتت زي كده في قلب البانيه اهو، اهو بصوا، عشان هو نزل بس على سكر. بتاعنا اتحمص اهو، هنسيبه يبرد بقى شويه على ما العدس بتاعنا يستوي ونقدمه مع بعض. اه يا حبيبتي حبايبي، العدس خلص معاكم اهو، بصوا اهو يا حبايبي. ده العيش المحمص اللي قلتلكوا عليه، حمصته في الفرن اهو مع العدس اهو، مع جميل جدا اهو 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 يا حبايبي. طبعا الشتا بيحب شوربه العدس الجميله دي، عايزه تسقي فيها سقي، عايزه تشربيه كده شرب، اشربيه برضو بيدفي وجميل مع بصلايه حلوه اهي بخل وليمون اهو. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسونيش في اللايكات الحلوه والاشتراكات الجميله منكم وتفعيل زر الجرس.